السلام عليكم ورحمة الله. أخيرا أسدل الستار عن المنتخب على بطولة كأس العالم وفاز فيها منتخب الأرجنتين. بس قبل كل حاجة كنت بصور فيديو صار لي ساعة بعمل وبشرح وبسوي، وبالآخر الكاميرا كانت طافية ف وصوتي راح من التشجيع أصلا، وآخر الفيديو ختمته بسرعة عشان مش قادر أحكي. وإذ أتفاجأ الكاميرا مطفية وما بتسجلش وما بتصورش، فسامحونا. تاني كليكيت تاني مرة تصوير. منتخب الأرجنتين وميسي فاز ببطولة كأس العالم. مبروك لكل مشجعين برشلونة، مبروك لكل مشجعين ميسي، مبروك لكل مشجعين الأرجنتين. فعلا ميسي كان يستحق هذا الإنجاز، كان يستحق هاي البطولة. البطولة تستحقه كذلك لما قدمه على طول مسيرته الكروية. تتويج بأغلى بطولة على مستوى سطح الأرض، على مستوى العالم، وهي كأس العالم. فهنيئا لهذا اللاعب تحديدا. ممكن تكون انت لا تحب ميسي، تكره ميسي، ما بتحب ميسي، تتعاطف معه لانجازاته ولاسطورته، انه يستحق على الاقل تقدير الحصول على كاس العالم. هنيئا لهذا اللاعب، هنيئا لمشجعين الارجنتين. وميسي اخيرا رقص رقصة التانجو، بس كانت رقصة صعبة، رقصة عنيدة، عنيدة بالاحداث اللي حصلت في المباراة. كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على كأس العالم، وكان قاب قوسين أو أدنى كذلك من الخروج من كأس العالم وعدم الحصول عليه وخسارته. بالدراما اللي شفناها، بالسيناريو اللي حصل في المباراة، تقدم بهدفين بالشوط الأول، بالشوط الثاني مسيطر على المباراة لولا تغيير سكالوني، مش تغيير ديشام غير في الشوط الأول، أخرج جيرو وديمبلي ونزل اللاعبين وعناصره الجداد حتى يغير خططه، لكن لم يحدث أي تغيير سواء بالشوط الأول أو الشوط الثاني. وما حدث التغيير وسيطرة الفرنسيين على أجراء المباراة عندما خرج آه، دي ماريا من دقيقة 62. سمح دي ماريا وجوده، كان ضاغط الدفاع الفرنسي، كان مجبر الدفاع الفرنسي جابرهم انهم يضلهم بالخلف وما يطلعوا، لانه هو كان بشكل اكبر خطورة عليهم بتحركاته بسرعاته بمراوغاته. فكان مش سامح للدفاع الفرنسي في التقدم للامام لمساندة الفريق الفرنسي او الهجوم الفريق الفرنسي. خروج دي ماريا ساعد وحل الضغط على الدفاع الفرنسي. صرنا نشوف كوندي بيطلع، هرنانديز بيطلع بيساند بالهجوم، حتى رافائيل فاران كان يطلع يساند بالهجوم. وسيطر المنتخب الفرنسي في خروج دي ماريا، ونزول بعد ذلك كومان للمنتخب الفرنسي كذلك أحدث الفارق. لكن الفارق حدث أو تم بخروج دي ماريا. دي ماريا هو العنصر الأساسي اللي غير محور المباراة. ويأتي بعد ذلك دخول كومان اللي خلى الفريق الفرنسي بحالة نشوة، وخطأ أوتاميندي في الدفاع، وارتكابه خطأ في منطقة الجزاء في هجمة بديش أقول لك يعني كان ممكن وسهل السيطرة عليها، أو ممكن استيعابها أو التحكم في اللاعب، لكن برعونة شديدة. وإحنا بنعرف أوتاميندي دائما ما يرتكب مثل هاي الأخطاء. أخطأ، أحرز هدف، رجعت الروح المعنوية للمنتخب الفرنسي اللي سيطر بإحكام وبشدة على المنتخب أو على المباراة وعلى المنتخب الأرجنتيني. سيطر عليه سيطرة كاملة، خنق المنتخب الأرجنتيني في منطقته. لم يعني حتى على مستوى التمريرات بين من عناصر المنتخب الأرجنتيني ولاعبينه كانت كثير منها مقطوعة. 3 تمريرات الرابعة تكون مقطوعة. ضغطوا الفرنسيين، استحقوا في ال10 دقائق هدول. كان ممكن يعني انت نزل، طلع دي ماريا ونزل اكونيا، اللي خرب الدنيا وما اصلحها. بعد ذلك وصلنا لاشواط اضافيه، سجلوا طبعا اهداف. حشيد بالذكر 3 لاعبين شالوا منتخب الارجنتين، اولهم دي ماريا قبل خروجه. بعد ذلك ميسي بعد ما خرج دي ماريا هو اللي شال الفريق، والحارس مارتينيز اللي ما ننسى فضله وتصديه لاخر لضربة بآخر اللحظات الشوط الإضافي الثاني اللي انفرد فيها لاعب فرنسا. ما شفتش اسم اللاعب لأنه أنا توقعتها جول وسكرت عيني. يمكن صوت شايفين مبحوح، مش قادر أحكي لأنه أو أتابع في الحديث معكم من التشجيع. صوت جاب آخر الدنيا. يستحق المنتخب الأرجنتيني إنه نشجعه، يستحق ميسي إنه إحنا نكون معاه.
ونشوفه ونشهد في يوم انه احنا هذا اللاعب اللي امتعنا واسعدنا في كثير من الاوقات، نرى انه هو حقق حلمه وحلم كل واحد انه يشوفه بالتتويج هذا. لكن كانت ولادة من الخاسرة البطولة كانت عنيدة، البطولة كانت مستعصية، كانت تقترب جدا من ميسي، وكانت في حضن ميسي وبين يديه، وفجأة بلحظة بين قاب قوسين أو أدنى كان في الحصول على البطولة، لما كان متقدم 2-0 حتى آخر 10 دقائق، وقاب قوسين أو أدنى كان حيخسر البطولة أيضا في آخر 10 دقائق. يعني العشر دقائق الأخيرة كانت زي لعبة الكراسي. ميسي زي اجت له تشوك من الهدفين تاعون، هو سيناريو صحاء، اجى معهم مع منتخب هولندا، حصل معهم ونفس الخطأ تكرر من سكالوني. منتخب هولندا أخرج دي ماريا، وبعد ذلك حصل التعادل وتسجيل هدفين، ولم يتعلم من الخطأ وكرر الخطأ، ووصلنا لأشواط إضافية وإنقاذ مارتينيز للهدف في آخر ثواني، اللي أنا سكرت عيني قلت لكم، وفعلا أنا شايفها جول. فعلا شيء يعني يحسب لمارتينيز، رجع فريقه للمباراة ووصلهم لضربات الجزاء اللي أمتع وأبدع فيها كالعادة. مارتينيز متألق جدا، موهوب جدا في عملية التصدي لضربات الجزاء. ميسي حطم أرقام قياسية في هاي البطولة، أكثر لاعب، هاي الأرقام القياسية حنذكرها، أكثر لاعب، أكثر من لاعب مباريات، عدد مباريات في كأس العالم 26 مباراة، تخطى لوثر ماتيوس لاعب منتخب ألبانيا. أكثر من لعب دقائق في البطولة، تخطى لاعب ومدافع إيطاليا، هلا حكيت اسمه نسيت بقول لكم أنا صوتي مبحوح. تخطى مالديني، باولو مالديني منذ الدقيقة 23، وما بعد ذلك تخطى باولو مالديني. وبالنسبة للدقيقة 23 أنا كانوا معانا إخواني وزوجتي وأصحابي وأصدقائي عندي في البيت، قلت لهم ثم حاجة في الدقيقة 23. كان عندي إحساس إنه الدقيقة 23 اللي بتخطى فيها ميسي عدد دقائق مالديني، إنه في إشي حيحصل في الدقيقة هاي. فعلا حصل شغلتين، تخطى ميسي عدد الدقائق تاعت مالديني، باولو مالديني، وأحرز هدف التقدم للأرجنتين في دقيقة 23 من ضربة جزاء. ايش كمان، واكثر من في كمان رقم قياسي له، اكثر من ساهم على مدار التاريخ كأس العالم، اكثر لاعب ساهم في تسجيل اهداف واحراز اهداف، تسجيل اهداف واحراز اهداف وصناعة اهداف، تسجيل واحراز اهداف وصناعة اهداف بمعدل 22 هدف من صناعة وتسجيل. سجل 12 او 13، سجل 13 وصنع 9 فرص في المباريات اللي لعبها بكأس العالم. لعب 5 بطولات طبعا هو، وهيك ميسي ختم تقريبا كرة القدم، وأسعد نفسه وأسعد جمهوره وأسعدنا محبينه ومشجعينه إحنا. كان الحركة الحلوة اللي عملها هو الشيخ ميسي، أخذ كأس العالم لما لبسوه بيشت يعني يعني ما يعني قطر أبدعت وأمتعت في كل شيء، لكن اللقطة الأخيرة لقطة الشيخ ميسي يحمل كأس العالم، شيء يعني يدعونا إنه إحنا ننبسط ونضحك في نفس الوقت. كان منظر حلو جدا ومضحك بنفس الوقت ومفرح، وهنيئا هنيئا لكل عشاق ميسي والأرجنتين وبرشلونة. وحتى لو كنت لا تعشق ميسي ولا تحب ميسي، يكفي انك تتعاطف معه لما حققه لنا من انجازات ومن بطولات. ميسي اللي بدناش نضلنا نحكي عليه، نحكي عن منتخب الارجنتين اللي امتع عشاقه، امتع محبينه، كان يستحق هاي البطولة لانه كان يعني اقوى من فرنسا، بس السيناريو ما كان عندهم حسن التعامل في حالة التقدم والحفاظ على النتيجة والحفاظ على اللعب او السيطرة على الملعب. ما كان عندهم، كل ما تجيهم الفرصة، حتى لما تقدمت 3-2 في الشوط الثاني وضايل 5 دقائق، ما قدرت تسيطر وما قدرت تحافظ على الوقت وتمشي وتسير المباراة كما تريد وتنهي المباراة.
ما بيحافظوا على الاسبقيه تاعتهم، عندهم مشكله في موضوع انه يكون هو عنده اسبقيه، والحفاظ على الاسبقيه هاي كانت مشكله كبيره للمنتخب، اكيد بيعالجها ليونيل سكالوني. آه، مش قادر احكي، عندي صداع جد جد، وهي تاني تصوير اصوره. سامحوني، ويا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.